ايه السبب الرئيسي في تكسير الحمامات دي؟ ايه يا ابو عمو؟ ايه يا ابو عمو؟ ما ناكلوش عيش يا ابو عمو؟ انت اللي بترمي المسامير على الطريق. ليه؟ ما ناكلهاش ليه؟ ما ناكلهاش من هنا مفطرين يا صاحبي. وعلى كل هقول لك ايه السبب في تكسير الحمام ده. اسمع الفيديو للاخر. الحمام ده معمول من 6 اشهر، شايفين القصه اللي هنا دي؟ يعني دي انا مش عارف، منظرها وحش خالص. وهنا برضو نفس النظام، قصة يعني المفروض ما تجيش هنا خالص. وعندك هنا الشلف، شايفين؟ وهنا برضو يعني كلها دي أخطاء فنيات، دي كلها ما تأثر على المنظر العام للشغل، شايفين؟ أنا ما أحبش أعيب على شغل حد، بس أنا بوريكم يعني الأخطاء اللي وقع فيها الصنايعي. هنا برضو الأرضية، هو اشتغل الحيطان وبعدين عمل الأرض، المفروض الأرض تدخل تحت هنا عشان الأرض تقفل عليها، الحيطان تقفل عليه. وتحريف برضو، تحريف. عندنا برضو الحمام ده هيتكسر. طبعا البلاطة اللي راكبة دي بلاطة تركي، بلاطة ما شفتش يعني أوحش منها في حياتي. شايفين المسافات، الفرق بين البلاطة والبلاطة؟ طبعا فيها كبير وصغير. بلاطة يعني أنا ما اعتبش على الصنايعي اللي اشتغلنا صراحة، لأن البلاطة دي أنا اشتغلتها وعارفها. بلاطة تركي وحشة 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 يعني فوق ما تتخيل.